نحتاج لعمل خبز يناسب الكيتو دايت أو اللو كارب أو الذي يعاني من حساسيه القمح يناسب جميع أنواع الحميات الغذائية. بيض عدد 2 ملعقتين من الراشي أو الطحينة، ملح بيكربونات أو صودا، وأضافه الحبة السوداء ولب القرع أو بذور القرع، وأضافه الماء حتى يصبح القوم مثل القطايف في مقلاة، فلنقوم بضافه الخليط بالتدريج حتى تنضج رقاقة الخبز كما موضح في الفيديو. ثم ستدرك أن الطريق الذي اختاره الله لك كان أفضل 1000 مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأن الباب الذي أغلق في وجهك 1000 مرة كان وراءه شر محض، وأن اليد التي أفلتتك لم تكن تناسبك من البداية، وأن البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمة مهداة، وأن انهيار الأسباب من حولك لم تكن بالقسوة التي ظننت، وإنما هي سنة الله في خلقه، وأن الأمر الذي جافاك النوم من أجله لم يكن يستحق كل هذا، وأنك قلقت أكثر مما ينبغي. بطريقة ما ستدرك أنك لست مالك أمرك، وأن أمرك إن ضاق واستداق له رب هو أولى به، وأن الله رحيم بالقدر الذي ينجينا من شرور البشر ومن أنفسنا حين لا نقوى عليها. أكثر من الدعاء، فلا يغير القدر إلا الدعاء.